الاسود والعبد العقلاء في العراق لم يصدر منهم يوما تفرقة بين أسمر وأبيض ولا بين شمالي وجنوبي إلا على لسان المتخلف المعقود بالعقد، نسيج الأرض ومنسوج التراب وصدى المواويل وحاصد الميداليات في المحافل، أصحاب القلوب البيضاء والبشرة السمراء. أنا من زرعت أرض الحضارات. يتجمعون هنا حالهم كغيرهم تحت عنوان رابطة أو منظمة باستناد على اتفاقيات دولية أبرزها تجريم التميز العنصري. كمناصب عليا بالدولة العراقية ما كان موجود إلا قلة قليلة، يعني ما يشكلون حتى 1%. ولكن الأسباب اللي جعلت السود أن ينطلقون من هالمنطلق بعد 2003 حث في ظل حكومة الديمقراطية أعطوا حصص يعني على شكل أقليات. الدستور العراقي كفل حقوق جميع العراقيين دون تمييز، وعليه لم يضع أصحاب البشرة السمراء كأقلية منفصلة. وحين يعاد الحديث عن التنوع في العراق تتصدر صورة البشرة السمراء كدليل على أن هذا البلد لا يقوم على لون واحد، فلحمتهم بالنسيج الاجتماعي ليست موضع نقاش، بل حقيقة واقعية في الحياة الاجتماعية. بتول السمراء كما يطلق عليها يعد هذا اللقب ميزة ومحط فخر لها. انه بالمدرسه كان هم يعني انه ما ينسي اسمي على سبيل المثال، مبينه ذيك وانها بتول موجوده. مثلا طلعات ويا اصدقائي باي مكان ادخله انه دايركت تصير العين علي يعني علي اني، لانه تعرفين بعد تميز واضح يعني مبين. القاضي وذات يوم تنمر مدير الشاب سعد المنتسب في الدفاع المدني، فجاء الرد الحكومي سريعا. ما يخلي، فظليت اخجل بين اصدقائي المنتسبين يحكي وما ادري شنو. سويت طلب للسيد الوزير، قابلنا مكتب السيد الوزير، فقال بابا هاي الحاله بغض النظر عن انت ابننا، انت عراقي، انت هيك رجع معنوياتي، بالاضافه الى كرمني $1,000,000. أصحاب البشرة السمراء يشهد التاريخ لهم، ففي الحرب كانوا واستبسلوا، وفي الحب يملؤون المكان أينما حلوا. شروق الغانم، بغداد، العراقية الإخبارية.